من أصعب المواقف لما تبقى لسه حافظ كلمات الوحدة كلها من أسبوع ونسيت معظمها النهاردة. ده مش بس كده، واللي هيزيد الموضوع صعوبة لما ندخل في المنهج ويبدأ يتراكم علينا كلمات 6 وحدات مثلا. ساعتها بقى سلم لي على الاتزان النفسي، ومع الوقت ده هيقلل ثقتك في نفسك، وهتبدأ تتعرض لمواقف ما تحبش تتعرض ليها في الدروس، وانا كمان والله ما احبكش تتعرض ليها. وعشان احنا عارفين اهمية كلمات منهجك، وانك حابب تروح الدرس وانت حافظ الكلمات اصلا قبل الدرس، غير لما المدرس يسمع تبقى انت اكتر واحد حافظ وفاكر الكلمات. وكمان لما تحل اي سؤال على كلمات منهجك يبقى بالنسبة لك مية وفاهم ايه المطلوب، غير ان حصيلتك من الكلمات تزيد كل يوم. فده يزود ثقتك في نفسك ويخليك فخور بنفسك مع كل موقف تشجيع بتحصل عليه، سواء في الدروس او في الامتحانات او في اي مكان. النهاردة هتتعرف على طريقة مش بس هتخليك تحفظ الكلمات وتفهمها في ثواني، لا ده مستحيل تنسى بعدها اي كلمة انت حفظتها. وهتعرف كمان ايه الفرق الكبير بين كلمة مربوطة وكلمة محفوظة. وفي اخر الحلقة هنقذك من خطأين شائعين جدا بين طلاب الثانوية العامة اللي ما عندهمش خبرة، بيدمروهم حرفيا وبيضيعوا مجهودهم على مفيش. النهاردة هدفنا انك تتعلم طريقة تخليك تحفظ الكلمات بسرعة جدا، وكمان ما ترجعش تنساها. وطريقة النهاردة مش بس هتقضي على مشكلة النسيان اللي مدمرة معظم الطلاب، لا دي هتحل مشكلتين كمان من اهم مشاكل الانجليزي، وهما القدرة على استخدام الكلمة في جملة عشان اعرف احل الاسئلة او اكتب باراجراف عليها. وتاني مشكلة انه بيبقى متراكم عليك كم كبير من الكلمات وعاوز تخلص الكم الكبير ده في وقت قليل جدا. عشان كده ركز في الدقيقة اللي جاية دي ارجوك، عشان ممكن تنقذك حرفيا. زي ما اتفقنا احنا عاوزين طريقة تخلينا نحفظ الكلمات ونفهمها، بس بشرطين. الاول تبقى الطريقة دي سريعة جدا، الشرط التاني ما نرجعش ننسى الكلمات اللي حفظناها. تعال نشوف بقى ازاي طريقة النهاردة بتحقق الشرطين دول، واحكم بنفسك. تعال نفترض مثلا انك لازم تحفظ كلمة شوك، عشان اصلا دي من كلمات الوحدة الاولى عندك ولازم تحفظها. اتفرج بقى على الفيديو الصغير ده وشوف انت ازاي هتحفظها في ثواني. كلمة شوك معناها يصدم او صدمة. عارف انت لما حد تحصل له صدمة فيبان على وشه انه مصدوم؟ هو ده معنى كلمة شوك. والكلمة اللي شبه شوك هو شوك، اللي هو الشوك اللي بيبقى في الصبار، يبقى مفتاح شوك ايه؟ شوك. نربطهم بقى. تخيل شوك في صبارة مصدومة خالص بسبب الصدمة اللي اتعرضت ليها، وبكده عمرك ما هتنسى ان شوك معناها صدمة. بذمتك شفت السحر ده قبل كده؟ اديك حفظت وفهمت معنى كلمة شوك بسرعة جدا. لا وخد المفاجأة، اتحداك ترجع تنسى كلمة شوك دي تاني، لان احنا في الطريقة دي اعتمدنا على افضل طريقة حفظ في العالم، وهي طريقة الربط. والطريقة دي مخنا بيحبها جدا وبيحب يتعلم بيها، وبيستغلها خبراء الذاكرة في العالم عشان يحفظوا اي حاجة. فلازم نستغلها احنا كمان في حفظ الكلمات، ولا ايه؟ وعلى فكرة انا سامعك وانت بتقول يعني انا كل كلمة حابب احفظها هعمل فيها كده. اكيد لا، انت مش مطلوب منك تعمل اي حاجة خالص. زينة والله زينة، لاننا عملنا لك موقع ومنصة مربوطة، واللي فيه هتلاقي اي كلمة في منهجك معمولة بالجمال اللي انت شفته دلوقتي. يعني مربوطة عملت لك كل كلمات منهجك، وانت كل اللي عليك تتفرج وتحفظهم للأبد. وتعالى دلوقتي يا عم اوريك بعض كلمات الوحدة الاولى من منهجك واخليك تحفظهم في ثواني. كلمة برايد معناها عروسة. عارف انت العروسة اللي بتلبس فستان الفرح؟ هو ده معنى كلمة برايد. والكلمة اللي شبه برايد هو براد، اللي هو براد الشاي. نربطهم بقى. تخيل براد الشاي لابس فستان كأنه عروسة، وكده عمرك ما هتنسى ان برايد معناها عروسة. كلمة فيل معناها حجاب أو محجبة. عارف انت لما واحدة تلبس الحجاب أو حتى طرحة الفرح؟ هو ده معنى كلمة فيل. والكلمة اللي شبه فيل هي فيل، اللي هو الفيل أبو زلومة. نربطهم بقى. تخيل فيل لابس حجاب وعامل بإيده حرف الفي علشان تفتكر ان الكلمة بدأت بالفي مش بالإف، وكده عمرك ما هتنسى ان فيل معناها حجاب أو طرحة.
كلمة جراب. كلمة جراب معناها يخطف حاجة من ايد حد او يمسك حاجة، والكلمة اللي شبه جراب هو جراب التليفون. نربطهم بقى، تخيل جراب تليفون بيخطف حاجة من ايد حد وبيمسكها، وكده عمرك ما هتنسى ان جراب معناها يخطف حاجة من ايد حد او يمسكها. كلمة مارش. كلمة مارش معناها مستنقع. عارف انت المية اللي بتبقى على وش الارض او عاملة زي بركة كده؟ هو ده معنى كلمة مارش. والكلمة اللي شبه مارش هي مارش ميلو. مارش ميلو اللي هي حلوى المارشميلو. خلي بالك هنا خدنا مارش من مارش ميلو اللي هو اول 4 حروف بس. نربطهم بقى، تخيل مستنقع مليان بحلوى المارشميلو، وكده عمرك ما هتنسى ان مارش معناها مستنقع. تعالى بقى اخليك تتأكد بنفسك انك حفظت الكلمات دي في ثواني وللأبد. انا هقول لك على الكلمة وانت هتقول لي على معناها. واللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نبدأ بأول كلمة، شوك. يا ولا صدمة او يصدم. فيل. يا ولا حجاب. برايد. يا ولا عروسة. جراب. ايه الجمال ده؟ لا بقى ده انت تيجي تقعد تحل مكاننا. فعلا معناها يمسك حاجة بسرعة ويقفشها. مارش. يا سلام، مستنقع. كده بقى نقدر نقول ان كلمات منهجك بقت تحت السيطرة وما عندكش اي قلق منها. لكن زي ما قلت لك في اخر الحلقة هنقذك من الوقوع في خطأين شائعين بين الطلاب بيدمروا اي طالب ثانوية. واول خطأ مدمر هو فكرة ان الجرامر اهم بكتير من الكلمات. والرد على الفكرة دي اتكتب فيه ابحاث وخرجوا بجملة واحدة تخلص كل الجدال في الموضوع ده. لو معاك آلاف الكلمات ومعاكش اي جرامر خالص هتقدر تعبر عن اللي انت عاوزه حتى لو بطريقة بسيطة. لكن لو معاك كل الجرامر ومعاكش كلمات خالص فمش هتعرف تعبر عن اي حاجة خالص. ده لان الكلمات هي صلب الموضوع، الجرامر بيخدم عليها. فارجوك قسم وقتك صح، ما تديش وقتك كله للجرامر وتهمل الكلمات. صدقني هترجع تندم بعد كده. تاني خطأ بيدمر الطلبة لما تقول لنفسك انا هحفظ بس كلمات المنهج بتاعتي وماليش دعوة بقى بكلمات بره المنهج، اصلا الامتحان هيجي من كلمات المنهج. ده بقى مش هينقصك درجات في الامتحان، الفكرة دي هتشيلك المادة كلها، لان اللغة زي ما انت عارف مادة تراكمية. يعني انت مطالب تبقى حافظ وعارف الكلمات اللي خدتها من الحضانة لحد النهاردة. فمربوطة بتقولك صح النوم واهتم جدا بكلمات القطع والترجمات عشان ما تندمش. وعشان مربوطة بقى تنقذك من الوضع ده كله عملنا لك موقع مربوطة. ايه بقى موقع مربوطة ده؟ موقع مربوطة هتلاقي فيه مسارين. المسار الاول كلمات منهجك كلها، وده بتلاقي فيه كل كلمات منهج تالتة ثانوي معمولة بجودة عالمية زي اللي انت شفته كده. المسار التاني كلمات خارج منهجك، كلمات بقى القطع والترجمات وكل بقى اسئله الامتحانات الاخرى، ودي بتنقل مستواك ايا كان هو ايه، لانها بتبدا معاك من الصفر لحد اوائل الجمهوريه. فايا كان مستواك ايه هتبدا منه وتوصل لحد اول جمهوريه. وحاليا لو حابب تشترك في مربوطه قبل غلق باب الحجز خش دلوقتي حالا املى استماره الحجز اللي في وصف الفيديو، لاننا هناخد عدد محدد. او ادخل دلوقتي على قناة التليجرام عشان تسجل في المنصة وتقدر تحصل على مكان ومقعد عندنا في الموقع. واخر دعوانا اللهم اني استودعك ما حفظت، اللهم اني اسألك علما نافعا. سلام ايها الشخص الطامح اينما كنت والى اينما تريد.